اخر اخبار انتقالات النادي الاهلي امبارح. المفروض كان في جلسه تجمع مسؤول نادي الزمالك بمحمود حمدي الونش، لكن اللاعب رفض يجلس في الجلسه بسبب المستحقات المتاخره، وبرضه بسبب السبب الجماعي اللي حصل من الجماهير امبارح. والسبب الثالث ان هو وقع رسميا للنادي الاهلي. المستحقات المتاخره متقارب اللي هي 32 مليون جنيه. قال لهم هتسددوا لي المستحقات المتاخره نبقى نقعد ونتكلم، مش هتسددوها خلاص ما ينفعش، مش هينفع نتكلم في اي حاجه دلوقتي لما تسددوها الاول. بالنسبة لصفقة مصطفى محمد، امبارح رئيس نادي نانت الفرنسي طلع واتكلم. قال لك عودة مصطفى محمد لأفريقيا واردة جدا، واحنا في انتظار العرض الرسمي. امبارح ممدوح عباس اتصل على وكيل أعمال مصطفى محمد وقال له انت هترجع افريقيا، لو هترجع افريقيا احنا عايزين نتعاقد معاك. اللاعب قال لهم اسف مش هينفع تتعاقدوا معايا، انا لو رجعت لافريقيا هلعب للنادي الاهلي للمشاركه معاهم في كاس العالم للانديه. الصفقه بين مصطفى محمد والنادي الاهلي لحد الان واقفه على المقابل، اللي هي الراتب، واقفه على الراتب لحد الان.